عام وسنة كلمتان تدلان على الزمن نفسه، فهل تساءلتم يوما هل هناك فرق بينهما؟ يعد القرآن الكريم كتابا يتميز بدقة عظيمة في اختيار الألفاظ، ومن مظاهر ذلك التفريق بين كلمتي سنة وعام. ففي اللغة العربية قد تبدو الكلمتان مترادفتين، إذ تدلان على مدة زمنية مقدارها 12 شهرا، لكن عند التدبر في الآيات نجد أن القرآن يستخدم كل كلمة في موضع خاص يتناسب مع معنى معين. غالبا ما تأتي كلمة سنة في القرآن للدلالة على الشدة أو الضيق أو الابتلاء، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فكلمة السنين هنا تدل على سنوات القحط والشدة التي أصابت قوم فرعون. كما أن العرب في لغتهم كانوا يقولون أصابتهم سنة، أي أصابهم القحط والجوع. أما كلمة عام فتأتي غالبا للدلالة على الخير والرخاء والفرج، ومن أشهر الأمثلة قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فاستخدمت كلمة عام هنا لأن هذه السنة ستكون سنة خير ورزق بعد سنوات القحط. ومن أبلغ الأمثلة التي تجمع بين الكلمتين قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لاحظوا أن القرآن قال 1000 سنة ثم 50 عاما. يقول بعض العلماء أن كلمة سنة استعملت للفترة الطويلة التي كانت مليئة بالمشقة في دعوة نوح لقومه عليه السلام، بينما استعملت كلمة عام للدلالة على مدة أخف. السر البلاغي في ذلك هو في أن الفرق بين الكلمتين ليس مجرد فرق لغوي، بل هو اختيار دقيق يعكس طبيعة الزمن المذكور في الآية، إذ أن السنة تعني زمن الشدة والابتلاء، أما العام فهو زمن الخير والرخاء. وهذا يوضح جانبا من الإعجاز البياني في القرآن. كما قلنا في الفيديو السابق، عند تدبر آيات القرآن الكريم نجد أن اختيار الألفاظ ليس عشوائيا، بل يحمل معاني دقيقة. فالفرق بين سنة وعام يبين لنا عمق البلاغة القرآنية، ويكشف جانبا من إعجازه في التعبير والدلالة.